خدي منونه يا حبيبتي، الشوكولاته اللي انت بتحبيها جبتها لك. هو انا مش قلت لك مفيش شوكولاته تاني النهارده، مفيش اي سكريات تاني النهارده؟ خلاص نسيتي كل الكلام اللي انا قلته لك؟ يا ماما يا ماما حرام عليكي، انا معوداهم ان مفيش سكريات بعد الساعه 6 بالليل. العيال بتتمشى على الحيطان قبل ما تيجي تنام بالليل. انت كنتي قرفاني وكنتي بتتنططي طول الليل وطول النهار، في حد كان بيكلمك؟ سيبي العيال تتبسط. خلاص سيبي الشوكولاته دي وخشي ذاكري خلاص. شوفوا اللي طلع الدكتوره، ما انت كنتي بتسقطي كل سنه على يدي. كفايه فضايح يا ماما، كفايه فضايح، الكلام ده مش قدام العيال. دلع الجدود. الموضوع ده للأسف الشديد بيعمل مشاكل كبيرة، بيكون سبب في خناقات، خاصة لما بتكونوا عايشين في بيت عيلة. تقديم حلويات وكسر نظام نوم، والأطفال طبعا لقمة وبيزيطوا، وبيستغلوا دايما ان جدودهم الطرف اللي بينفذ كل الطلبات. بيستفيدوا من الموضوع ده كويس جدا. قبل اي كلام في حلول، ما تخليش النرفزة تنسيكي ان الجدود دول هم مامتك وباباكي او حماكي وحماتك، اللي ملناش بركه الا هم، واللي والله احنا عايشين بحسهم. اهدي كده وتعالي نفكر مع بعض بالراحه ازاي نخرج من الموقف من غير ما حد يزعل. وكمان نظام ولادك ما يبصش. رقم 1، انت وجوزك لازم تكونوا متفقين على اي رد فعل، يعني ما تبقوش جبهتين عكس بعض. الوضوح دايما هو افضل حاجه في الدنيا، وافتكري دايما ان اقصر طريق ما بين نقطتين هو الخط المستقيم. بمنتهى الادب والذوق هتكوني معرفة كل الأطراف إن الولاد ليهم ميعاد نوم، وبتستأذني قبل ميعاد النوم، وكمان ليهم كميات حلويات محدودة في اليوم. هتقوليلي والله بعمل كده ومفيش فايدة. هقولك إن ده بقى اللي هينقلنا للنقطة الجاية. تالت حاجة، لازم يكون عندك استراتيجية خبيثة كده، وهي دي اللي هتفرح كل الأطراف. وانتي بتعرفي الجدود النظام اللي انتي حاطاه لولادك واللي بتتمني الالتزام بيه، تعملي حتة كده استثناء، اكسبشن يعني، علشان عيون تيتا وجدو الحلوين، وتقولي طبعا يا ماما يا حبيبتي او يا حماتي يا حبيبتي، النظام اللي انا حاطاه ده في كل الايام الا يوم الخميس اللي احنا بنسهر عند حضرتك فيه. ممكن يسهروا شوية اكتر وياخدوا حلويات اكتر من اللي هم متعودين عليها، ده بس اليوم اللي احنا موجودين عندك فيه. وده طبعا يا حبيبتي علشان تتهني بيهم احفادك حبايبي، وعلشان يتبسطوا هم قاعدين معاكي. فهمتي؟ اعملي استثناء للقاعدة دي في يوم، وكأنك بتقدميه ليهم هدية تقديرا ليهم، وكمان ولادك هيتبسطوا وهيفرحوا، وهتباني قدام كل الأطراف إن انتي جميلة وحنينة ومرنة، مش دايما الحد اللي بيزعق وبيتخانق ومش عاجبه أي حاجة. وربنا يعينك. وتاني أنا بقولها، أنا عارفة إن الموضوع ده ممكن ما يكونش سهل خالص، خاصة لو انتوا عايشين في بيت عيلة، بس جربي كده اللي احنا اتفقنا عليه وشوفي يا ستي يمكن ينفع ويريحك. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس، يا ترى هل في حلول تانية ممكن تخرجنا من المطب ده من غير ما نزعل حبايبنا مامتك وباباكي او حماتك وحماكي؟ وانا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.